بكم إلى هذا الحوار. في متابعة خطابات التضليل الصادرة عن المجلس الانقلابي العسكري في باماكو في حق الجزائر على خلفية حادثة إسقاط وحدة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم للمسيرة المالية التي اخترقت الحدود الجزائرية، أسعد باستضافة الشيخ الحسن بن محمد بن إبراهيم الشريف شيخ الطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا. أهلا بكم معنا سيادة الشيخ، وشكرا لكم على تلبيتكم لهذه الدعوة الكريمة. نشكركم على حسن الاستقبال، وكذلك على الحفاوة التي قابلتموني بها، وهذا لا لشيء إلا لأنكم تريدون خيرا للجزائر التي هي في معركة يعني تكاد أن تعصف بنا عن طريق الأشقاء قبل الأعداء. هؤلاء الناس الذين قدمت لهم الجزائر الكثير والكثير من أجل تحريرهم ومن أجل كذلك النهوض بهم وإخراجهم من عنق الججازة. فنقول إنها تكاد أن تكون يعني سحابة صيف عابرة. نعم. شكرا جزيلا. الشكر لكم، وأنتم الحريصين كل الحرص على كل ما يتعلق بالجزائر وأمنها واستقرارها. إذن سيادة الشيخ، بصفتكم صوت الحكمة والدين في إفريقيا، ما هي رسالتكم اليوم في هذه السياقات الدقيقة والحساسة للسلطات الانقلابية الحالية في مالي، خاصة وأن الجزائر كما ذكرتم آنفا البلد الوحيد، وبشهادة فاعلين أمميين ودوليين، البلد الوحيد الذي وقف إلى جانب مالي خلال أزماته؟ شكرا على هذه الاستضافة. فالجزائر لها الفضل على جميع إفريقيا وعلى كثير من شعوب العالم. فهؤلاء الناس الذين حكموا مالي بدون وجه حق انقلبوا على مالي على الحكم الدستوري، والشعب هناك في مالي لا يريد هذا الانقلاب، وخاصة هؤلاء الناس انبطحوا أمام دول الاستعمار الجديد، وهي تحاول زعزعة إفريقيا من خلال مالي لضرب الجزائر، ولأن الجزائر إذا ضربت فإفريقيا كلها سوف تكون تحت الاستعمار. يعني أمن الجزائر من أمن دول الجوار ومنطقة الساحل، لأن منطقة الساحل هي جزء من الجزائر، فاستقرارها هو استقرار الجزائر، واستقرار الجزائر هو استقرار الدول الساحلية والدول الإفريقية ودول الجوار كذلك غيرها، برغم أن هناك مؤامرات ودسائس ربي يهديهم إن شاء الله. ما غاش يتهداو يعني والله من وقت الأمير عبد القادر، وهم يعملون الشيء الذي لا يراد به خيرا للجزائر، رغم أننا أمة واحدة، يعني دين واحد، مصير مشترك. فندعوهم إلى الرجوع إلى الحقيقة والحكمة والتعاطف بشعوبهم وبشعبنا. فهؤلاء المارة كما نقول هم طغمة العسكرية أخذت الحكم بدسائس، وأن الجزائر في ذاك الوقت ما حبتش تدخل على أساس عدم تدخل في شؤون وهو مبدأ رئيسي. الدولة الجزائرية دولة قوية اقتصاديا، ماليا، عسكريا، يعني في جميع الميادين، إلا أنها لا تريد شرا لأي شعب من الشعوب، وحتى دبلوماسيا بالطبع، لأن الدبلوماسية ألم تنظري ماذا فعلت من أجل غزة في الأمم المتحدة، وكذلك من أجل إفريقيا ترافع دائما، حتى من أجل مالي مالي
متى أصبحت تجعزنا؟ عندما تدخلت دول يعني من أجل زعزعة الجزائر لأخذ خيراتها وكذلك تفريق شعبها من بعضهم البعض. الحمد لله الشعب واعي، وكذلك الطريقة القادرية في إفريقيا رغم أن الاستعمار الفرنسي والإنجليزي والبلجيكي والهولندي عمل أعماله في هذه الطريقة، لأنها كافحته في إفريقيا وكافحته في الجزائر، خبى عدد أتباع في إفريقيا. فالوقت الحالي منذ 10 سنوات نحن كشيخ نعمل على رفع الغطاء عن أتباع الطريقة القادرية في مالي، رغم نشر الوعي ربما لا ككتلة موجودة لها قوة بشرية يعني كبيرة جدا. فمن منبركم أو من إذاعتكم ندعو جميع المقاديم وجميع المشايخ الخلفاء وكذلك المريدين إلى الحيطة والحذر والالتفاف وكذلك إلى مد يد المساعدة للجزائر الأم، نعتبرها أمهم لأنها عملت فيهم خيرا، حررتهم، مدتهم بالأموال، علمتهم، يعني شيء لا يحصى ولا يعد. فنحن كخادم لهذه الطريقة القادرية وخادم الإسلام نريد خيرا لإخواننا ولمريدينا ولأتباعنا في إفريقيا وغير إفريقيا. فالطريقة القادرية كما تعرفين أنها طريقة عمل وسلوك. في عهد الشيخ عبد القادر الجيلاني هو الذي أمر صلاح الدين الأيوبي وأمر سيدنا أبو مدين شعيب بالالتحاق به لأجل تحرير القدس. فسيدنا أبي مدين الغوث رجع إلى الجزائر وجاء بجيش عرمرم تقريبا 10,000 جندي، وكان يعني النتيجة تحرير فلسطين والقدس من فرنجة. وهناك جزائريين من جاية من الجزائر متواجدين لحد الآن. لا كانوا في رفح وحيفا كلهم جزائريين، ولحد الآن يعرفوا باتهم وجدودهم الموجودين في الجزائر. فاليهود يضربونهم على أساس هذا المقصد، يعني انتقابا لما فعل فيهم سيدنا أبو مدين الغوث وكذلك سيدي عبد الكريم المغيلي وغيرهم من صلحاء هذه الأمة الموجودين في الجزائر وغير الجزائر. فالعملية هي عملية عدم الوعي. نحن كجزائر ما نوعوش، لا ندرك المخاطر وكذلك المرجعيات الأساسية للدولة هذه. المرجعيات الأساسية ماهيش الديمقراطية. نحن خلقنا الله سبحانه وتعالى أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، الاجتماع على كلمة لا إله إلا الله وحب الوطن. نعم، والشعب شعب واحد له دين واحد. يعني أدعو وأكرر الشعوب الإفريقية لها دور، لأن هؤلاء الناس الانقلابيين أو المتطبعين في إفريقيا لا يهمهم إلا لديهم أجندات وإملاءات أجنبية. نعم، إملاءات من طرف الماسونية، من طرف قوى الاستعمار الجديد هذه لا داعي لذكرهم لأن كلنا نعرفهم. ماذا بينا هنا الوعي السياسي والمحبة التي تجمعنا. فدولتنا دولة والله يعني دولة عظيمة بما لديها من تاريخ وما لديها من قوة فعلية في الميدان. فأدعو الحكام وادعو الشعب تاعنا إلى التضافر والتضامن والوحدة حتى لا يكون هناك، حتى لا يتمكنون من اختراق والتداخلات والحشد
ولم الشمل. احنا لم الشمل موجود، ولكن احنا ماذا بينا حشد يعني نظهره للعالم وللمتربصين داخلا وخارجا بالجزائر بأن الجزائر واقفة رغم المحن. نعم شيخ، ربما الحسن، ألا تعتبرون اليوم الخرجة الأخيرة لمالي هي محاولة للنيل من مواقف الجزائر الثابتة والقائمة على نشر السلم والأمن في القارة مع دول الجوار، وخاصة المساس بصورتها التي يجمع الجميع على أنها صورة جيدة؟ هي تعرفي أختي القضية حاولت هذه القوى الشر ضرب الجزائر في عدة أماكن ومواقع واحتفاء، فلم تجد مدخلا لها من الداخل أو من الخارج. وين راحت إلى مالي العزيزة على قلوبنا. نعم عزيزة على قلوبنا، الجارة والشقيق عزيزة. نعم لنا شعب هناك جزائريين ولهم شعب هنا. نعم امتداد لعائلات وجدت هؤلاء الشرذمة الضالة رغم ما فعلته الجزائر من أجلهم في وقت ما اشتروهم بثمن بخس لا لشيء. الجزائر دارت يعني صلح بين الشمال والجنوب. فالشمال عندما جاءوا هؤلاء الانقلابيين وضعوا هذه الوثيقة تاع الصلح في سلة المهملات، بالرغم أن الجنوب قوة ضاربة ولهم باع كبير، وهم يحترمون الجزائر أكثر مما تتصورين. ولنا علاقات لها الصوت يعني. ولنا علاقات الآن كن يحبوا الآن يدخلوا إلى العاصمة المالية، إلا أن الجزائر لا تريد هذا الشيء. عليهم أن يرجعوا إلى الصواب. والشعوب كلها أن اتصلوا بي من مالي، اتصلوا بي وقالوا لي نحن مع الصلح والسلم وما تفعله الجزائر الأمة يعتبرونها نعم. فالملتقى الذي كان يجرى هنا في 17 ماي 17 في الشهر هذا ومارس أول الشهر الفارط ربما حوالي 10 أيام، بعثت لهم أنا دعوة شفوية، بعثوا لي جوازات السفر تاعهم. بعدما ظهرت هذه الأزمة كلمني مسكين يبكي، المقدم الطريقة القادرية عنده 12 مليون تقريبا قال لي هل الجزائر تمنعنا من الدخول؟ قلت له لا الجزائر راها كما يمس كما اليوم. نعم. أنتم يعني الرسالة ليكم هذه تحركوا باش تنحوا هذه الطغمة الاستعمارية عادت، لأن أنتم خرجتم الاستعمار والجزائر عاونتكم فيه، هذو حبوا يدخلوا استعمار جديد أصعب من الاستعمار القديم. نعم. ولا يفلحوا. نعم. ربما شيخي، هل الموردين اليوم موردي المشيخة على وعي بحجم هذه الأخطار المحدقة بالمنطقة، وكيف تعمل المشيخة من خلال مورديها على التحذير من هذه المحاولات أو محاولات القوى الأجنبية للتغلغل في المنطقة من خلال استغلال مالي كما ذكرتم من خلال تحقيق مآرب لها؟ تسمعين أن أتباع الطريقة القادرية أعطاهم الله نور في القلوب، لأن طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني مبنية على الأساس المحبة. مثلا تلاقي مثلا سنغالي أو باكستاني يقول لك أنا قادري، تقول له أنا قادري، يفرح ويتعامل معك كأنه يعرفك منذ الأزل، منذ القديم. فمعناها أن هناك نور رباني يسري في قلوب مريدي الطريقة القادرية المبنية على أساس التواضع. واش يقول سيدي عبد القادر؟ ومريدي تمسك بي وكن بي واثقا فأحميك في الدنيا ويوم القيامة. ومن حدثته نفسه بتكبر تجده صغيرا
في عيون الأقلة. نعم. فسر الطريقة القادرية ليس بالمال أو الجاه أو السلطة. نعم. سرها في المحبة والتواضع، حب في الله وكره في الله. نعم. فالمحبة هذه سر سرى في الوجود، وهو أساس الإيمان. فالقادري تابع الطريقة القادرية لا يكره، لا يخدع، لا يكذب، ينبذ يعني كل ما هو رذيلة. فهنا إن شاء الله أدعو كما قلت سابقا أتباع الطريقة القادرية في إفريقيا وفي العالم العربي والعالم الإسلامي إلى النهوض بالدين الإسلامي وبأوطانهم، وحذاري من هؤلاء المتطبعين الذين يريدون شرا بالدين الإسلامي أولا وبالأوطان. والجزائر عصية لأنها مضمونة، وهي البلد الوحيد الذي سوف يعيد إن شاء الله، نعم، ما هو فقدته الشعوب الإسلامية والويلات التي ظهرت تعصف بها من قديم الزمان. ولله الحمد على هذا الوطن. ما علينا إلا نتحاب فيما بيننا ولم شملنا، ونحذر من الاستعمار القديم الجديد. سابقا كان استعمار واحد، الآن ظهر استعمار بأشكال متنوعة ومتعددة، متضاربة، خداعة، نماقة، يعطيك ما تريد وينزع منك ما يريد. نعم. هنا عندك دول مستثمرة بالملايير هنا في الجزائر، وهي تساند في الانقلابيين في مالي. وش نقول؟ لكن الجزائر بقيادتها واعية كل الوعي بكل ما يحاك يعني من خلفها. ربما شيخي اليوم الجزائر كما قلنا سابقا لطالما جسدت مبدأ حسن الجوار ولعبت أدوار محورية من خلال لعب دور الوسيط لحلحلة الأزمات وإحقاق المصالحة الوطنية في مالي بين الفرقاء. هذا ربما يبطل كافة الادعاءات والاتهامات والتي أصبحت، خاصة أن الجزائر هي مرجعية اليوم وفي وقت سابق كذلك في مكافحة الإرهاب، وذلك باعتراف أممي. الجزائر عملت كل ما في وسعها من أجل ضمان وحدة الأوطان، لمالي، للنيجر، للسنغال، لكافة الدول، كل الدول. فعملت يعني ودافعت وأمدت بالأموال والطائرات. فالجزائر بريئة من كل ما يتهمونه. فالجزائر لم تلعب دور، عمرها ما لعبت دور إرهابي. يعني ما يعجبهاش يعني مسؤول في إفريقيا والله في دولة من الدول دير له كوديتا، دير له، وقادرة الآن الجزائر قادرة في مالي دير ما لم تفعله هذه الدول. الجزائر تحتكم إلى الشرعية الدستورية. نعم، إلى الشرعية الدستورية والأخلاق الرفيعة. أخلاق يعني تبنتها الدولة الجزائرية من ميثاق والمواثيق الأممية والقوانين الدولية. وبيان أول نوفمبر. بيان أول نوفمبر الذي هو المصدر بناء الدولة الجزائرية، مصدر لكل ما نقوم به من أعمال داخل وخارج الدولة الجزائرية. نعم. إذن في الختام نعود إلى الثقل والوزن الذي تحظى به هذه الطرق الصوفية والزوايا في منطقة الساحل بالخصوص وعموم إفريقيا. هل سنشهد ربما تنسيق بشكل أكبر؟ هو موجود يعني في الميدان، لكن هل سنشهد ربما مستوى أعلى من التنسيق بينكم وبين مختلف هذه الطرق والمشايخ لنشر الوعي وحلحلة الأزمات التي تعصف بقارتنا اليوم؟ كما تعرفين أختاه أن الطريقة القادرية متبعها الاستعمار
نعم. فإن شاء الله نحن على الدرب سائرون ونعمل في الخفاء. نعم. نعم. لا لأجل الظهور، نعم، ولا لأجل منصب، ولا لأجل مال، ولا لأجل وجاهة. نعم. نحن نخدم خدام هذا الوطن. هذا الوطن وهذه الطريقة والدين الإسلامي. نعم. فالعمل تاعنا ميداني محض. الاتصالات على كثف وساق في العديد من الأوطان في إفريقيا وغير إفريقيا. والكلام هذا سوف يحسب علي، والدوائر الاستعمارية سوف تحسب له 1000 حساب، ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الشهادة نعم هي لنا لآل البيت. فنحن خدام الإسلام والمسلمين، لا نباع ولا نشترى. فكوني مطمئنة والجزائر مطمئنة بما لديها من إمكانيات ورجال صدقوا ما عاهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. والجزائر واقفة برجالة مثلكم شيخنا، كان الله في عونكم. إذن أشكركم مجددا الشيخ حسن يا الحسن محمد بن إبراهيم الشريف، شيخ الطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا، على هذا التحليل القيم وعلى هذه التلبية للدعوة، دعوتنا دعوة إذاعة الجزائر الدولية. والله عادي، نحن في الخدمة لا نريد جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالحمد لله الذي أنار الوجود بوجودكم معنا في هذا الوقت الحساس والضيق. ربما الناس مش واعية بما هو يجرى لنا في الخفاء وفي في 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 في, في أوروبا خاصة وفرنسا التي لعب بها الاستعمار الجديد الصهيوني. كذلك يدعو الزوايا والطرق الصوفية إلى اليد أو رفع الغطاء عن أنفسهم والظهور ككتلة واحدة ضد كل من سولته نفسه لضرب الجزائر سواء من الشرق أو الغرب. شكرا لك. الشكر لك شيخي على هذا الكلام الطيب. إذن بهذا نصل مستمعينا ومتابعينا إلى ختام حوارنا الخاص. رافقتكم أحلام بوزير. تقبلوا تحياتي وتحية الطاقم العامل معي في أمان الله.